السلام عليكم ورحمة الله. الرسالة لعمر البشير رئيس السودان عمر البشير. أرجو وأتمنى ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه الرسالة تصل، ويعني الرسالة نصيحة لا بعنترية جوفاء ولا تحدي ولا تطاول على أي إنسان، لا، نصيحة من مسلم لإنسان مسلم آخر. وليه عملت فيديو؟ لأنه ما في طريقة ألاقيك أقعد أتكلم معك، ما في طريقة أصلا. الحاجة الثانية، لو بعرف إيميل لك ولا بعرف لك أي هنا بتاع التواصل ممكن أرسل لك بدون ما يسمع أي بني آدم، لكن بضطر بعمل الكلام ده ليه؟ عسى ولعل الله سبحانه وتعالى يعني ييسر وتشوف الرسالة يوم من الأيام إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: أعمار أمتي ما بين 60 و70 سنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أنت إنسان فت 60 سنة، فت 60 سنة، نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لك في باقي عمرك، يهديك ويتوب عليك ويتوب علينا جميعا يا رب العالمين. يا أخي الشعب السوداني بيعاني، ولما يجي يشتكي لك يقول لك إنسان يعني الشعب السوداني بيعاني، أنت لما تسمع من مدير أمن ولا تسمع من مدير شرطة ولا تسمع من والي إنه الأوضاع مستقرة والحياة ما في مشكلة، لا، ده ما التقرير الحقيقي. التقرير الحقيقي إنك أنت تمشي تجلس مع الناس الكبار في العمر، تجلس مع الطلبة الخريجين اللي تخرجوا بامتياز وما قادرين يلقوا شغل لأنهم ما عندهم مواصلات، تجلس معهم وتسألهم محتاجين لشنو؟ غير الشغل ما محتاجين لحاجة. الطلبة اللي تخرجوا من الجامعات بامتياز لأنهم ما في الحزب الحاكم ما قادرين يلقوا شغل، همهم الأول والأخير 200 يطلعوا من السودان. همهم الأول والأخير 200 يطلعوا من السودان لأنهم كرهوا البلد تماما. وتخيل إنه إنسان يكره الوطن اللي اتولد فيه، وده أسوأ حاجة والله. طيب الشاب السوداني هنا دار يطلع من السودان لشنو؟ لأنه ما قادر يلقى وظيفة وعايز يطلع برا عشان يكون نفسه، يجي يتزوج، يساعد أسرته، ويقدر يعني يعمل الحاجات المفروض يعملهم الإنسان، يساعد به والدينه اللي علموه من طفولته لغاية ما بقى كبير. ما عنده فرصة، عشان كده عايز يطلع، والضيق بزيد في نفوس الناس. لأنه الشاب اللي اتخرج بشوف زملائه اللي كانوا في ما يعني مستواه وهو أعلى منهم بكثير، لقوا مناصب، اشتروا عربات وعملوا عمارات، وفي ناس بتقيس الأشياء بأشياء دنيوية باهتة، لكن الناس بتختلف. بحكم لك على حسب الوضع الحاصل في السودان. سبحان الله، بلقى زميله اللي كان دارس معه في الفصل ما كان بنفسه في شيء، راكب آخر موديل. نعم قسمة من الله سبحانه وتعالى ورزق، ما بنعترض، لكن المشكلة في موضوع الواسطات هنا، إنه هو ونفس الشاب يمشوا يقدموا في محل واحد، ياخذوا الشاب وما ياخذوه لأنه ذاك عنده واسطات وده ما عنده واسطات. الكلام ده بولد الحقد وبولد حسد وكراهية بين الناس، والسبب الأول والأخير أنت. لو عدلت ما حصل الكلام ده في السودان. طيب نجي لموضوع ثاني. المغترب السوداني طلع من السودان. المغترب السوداني طلع من السودان، في نوع اللي عنده 10 سنين، في نوع عنده 15 سنة، في نوع عنده 20 سنة وأكثر، دارين يرجعوا السودان يكونوا نفسهم ويكون عندهم مصدر دخل. القروش اللي اشتغلهم في الغربة كلهم بلمهم يشتري له حافلة ولا بص ولا يشتري له عربية صغيرة عشان يعملوا تاكسي يشغلوا يشتغل به في السودان. لما يوصل العربية في ميناء بورسودان، المفاجأة الكبيرة إنه بلقى الضرائب ضريبة العربية في ميناء بورسودان ضعف ثمن العربية، وهو ما عنده حاجة في جيبه يقدر يطلع العربية من الميناء. طيب سبحان الله، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية إنه سبحان الله، موديل 2010 وفوق، من 2010 وتحت ما في عربية يدخل السودان. يعني كأنه السوداني الساكن داخل السودان، الموظف السوداني هو الإنسان السوداني في داخل السودان مرتبه في الشهر 10,000 دولار، بركب أي موديل من العربات اللي بيعجبه. الحكاية غير كده تماما. سبحان الله، التجارة بقى حكر في أيادي ناس معينين. ومين هم الناس اللي عندهم التجارة في أياديهم؟ الناس الموالين لك، والله ما في مجامل، الناس الموالين لك. لأنه بنعرف كمية من التجار اللي نحن بنعرفهم من ما كنا أطفال، بنعرف إنه فلان تاجر فلان تاجر وفلان تاجر، اليوم أصبحوا ما عندهم شيء، انتهوا منهم تماما. الضريبة ده ما من الإسلام أصلا.
نظام الضريبة ما من الإسلام، وربنا بيسألك يوم القيامة من موضوع الضرائب، ربنا بيسألك يوم القيامة من موضوع الجمارك. ما تقول لي العالم مثلا سياسة وتطورات والحاجات دي، أبدا. الإسلام إسلام ما بتغير تماما. تسأل الله سبحانه وتعالى إنه يهديك ويرزقك بطانة صالحة، إنه يعني ينصحوك نصايح بتفيدك في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. تعال للموظفين في داخل السودان، سواء كان في المينا ولا في المطار ولا في الشرطة ولا في أي محل، ما في أي محل، بعض الموظفين بدأوا ياخذوا رشوة. وما بعض بسيط، بعض كثير من الموظفين بدأوا ياخذوا رشوة. السبب بتاع الرشوة شنو؟ الموظف عنده بيت مؤجر بيت، عنده أولاد بدرسهم في المدرسة، والتعليم بقى بقروش. يعني ما التعليم الزمان اللي احنا تعلمناه كان مجانا مدعوم من الحكومة، حكومة النميري الله يرحمه ويغفر له، لا، التعليم بقى بقروش. التعليم الليلة لو ما طلعت، يعني الأب لو ما طلع كم مليون ما بقدر بيقري أولاده لغاية ما يخرجهم. سبحان الله، عايز لهم يعني قروش مبلغ، يعني طايل داير قروش مبالغ فوق. فسبحان الله، الليله انت ما قادر يعني ما قادر تقري اولادك، موظف ما قادر تقري اولادك، ما قادر تسدد الدين في الدكاكين حوالي بيتك، انت ما قادر تدفع ايجار بيتك، ما قادر تعمل اي شيء. الانسان الضعيف النفس بيضطر ياخذ رشوه، هو بيتحاسب والادى رشوه بيتحاسب، وانت اول واحد تتحاسب. ليه؟ لانك ضيقت للناس المعيشه. الليله لو يعني مثلا لو زدت مرتبات، بدل ما يعني سبحان الله ترفع الدعم من البترول ولا ترفع الدعم من البنزين ولا ترفع الدعم من السكر ولا من التعليم ولا من العلاج، الليلة لو زدت مرتبات الموظفين، اتخيل في كم ألف موظف في السودان، كم ألف موظف في السودان لو زدت مرتباتهم لدرجة انهم يكتفوا بالمرتب، ولا يكونوا شنو سبحان الله يكونوا راضيين بالمرتب اللي انت بتديم، يقدر ياكل اولاده، يقدر يقريهم، ويقدر يسكنهم في محل كويس. وبالاضافه ليوفر ورا كل موظف بكون في اسره 8 10 6 15 3 4، يعني انت بتكون سبحان الله انغزت حياه، يسرت لناس معيشتهم، بالاضافه لشنو؟ نجيتهم من بعض العذاب. المفروض ياخذ رشوه بلقى نفسه عنده قروش كفايه، ما محتاج ياخذ رشوه. وبتؤجر على الكلام ده لو عملت الكلام ده. سبحان الله. تعال لحاجة ثانية. الليلة في ناس سفكت دماء بالآلاف، سواء كان في غرب السودان ولا سواء كان في كردفان ولا سواء كان في الشرق ولا في أي محل، ناس سفكت دماء بالآلاف. تخيل إنه واحد أبوه مسجون، الثاني دار يعالج ولده ما قادر، وده ما قادر يقري اولاده، ده ما قادر يعيش اولاده، وده ما عنده حق لقمة العيش في بيته، وده ما قادر. سبحان الله، يعني اشياء كثيرة لو قعدنا نعد بقعد ساعات كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى انه ييسر لك بطانة صالحة وتغير الحاصل في السودان. شنو؟ تعال الليلة انت بترفع الدعم، ترفع الدعم معناته رفعت اسعار المواصلات، ترفع الدعم رفعت اسعار المواصلات، معناته كل الاسعار بترتفع. الناس تجار، في تجار قاعدين بس منتظرين 200 شنو يرفعوا دعم من شيء معين عشان ينتهزوا الفرصه، ومخزنه مليان نفس البضاعه كان مشتري بسعر رخيص، عايز يربح في الناس. الناس ما بتصنع قروش في بيوتها، الناس بتشتغل عشان تقدر تكسب. والملاليم البسيطه اللي بيقدروا يبلغوا من محلات الشغل بتاعهم، لما يجي الليله يشتري رطل الزيت بجنيهين، بكره يمشي يلقى 4 جنيه. سبحان الله، يعني لمتين الانسان ده يقدر يتحمل نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. والله ما بقول الكلام ده إلا نصيحة، ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه يوصل لك النصيحة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يشرح صدرك تقدر تستوعب الكلام ده جيد. يا أخي في حاجة دار أقوله لك الليلة، يعني سبحان الله أمام الله سبحانه وتعالى، لو مشيت وقفت أمام الله سبحانه وتعالى في 40 مليون سوداني جايين يشتكوك أمام الله سبحانه وتعالى. 40 مليون سوداني دارين يشتكوك أمام الله سبحانه وتعالى، أي واحد فيه مظلوم في حاجة معينة. تخيل الدم سفك بالحرام ولا دم سفك بغير حق، ده ممكن ياخد حسناتك اللي عملتهم في الدنيا، كل حسناتك تقدر تتخرج من الباقية كيف على قلبك. يا أخي اتق الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى ييسر لك بطانة صالحة تقدر تصلح بها البلاد والعباد، ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه يغفر لنا ولك. وتذكر إنه في ناس ماتوا، اتذكر
في ناس ببيتوا جعانين، في ناس ببيتوا عطشانين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيطلع بتفقد أحوال الرعية. مرة من المرات لقى خيمة في طرف المدينة المنورة. الخيمة في أنين صوت طالع من الخيمة، عرف إنه في زول مسكين جاء طرف المدينة ضيف وزوجته دايرة تضع وما عنده شيء. مشى باستعجال لبيته، نادى زوجته، أخذ معه طعام وجاب عدة طعام بنفسه، بارك في الأرض بينفخ في النار بنفسه. سبحان الله. لما زوجة هذا المسكين وضعت في داخل الخيمة، زوجة عمر بن الخطاب نادت: يا أمير المؤمنين رضي الله عنه، يا أمير المؤمنين. الإنسان الجالس مع عمر قام هرب، خاف، اتخلع إنه أمير المؤمنين من قبل بارك في الأرض بينفخ في النار ومالك دقنه رمات. سبحان الله العظيم. يا أخي الناس السيل ضرب السودان قبل فترة، بس عليك الله لفيت بالهليكوبتر شفت الناس دي بيعملوا أكلهم وين؟ لأنه الحوش مليان مويه. يمكن في ناس ماتوا، في ناس ممكن يكون جاهم امراض جلديه من الفيضان. ما في محل الانسان يقدر يرقد فيه الا في السطوح، وما كل المحلات اللي جاوا الفيضان بنيان ثابت يعني مبني بالسطوح، بيوت جالوس. سبحان الله. الناس بتطبخ في رسن البيوت، يمشي ياكلوا من وين؟ اتفقدت احوالهم، لانه ربنا سبحانه وتعالى بيسالك يوم القيامه. يعني مستعد لاكثر من كم 40 مليون نفر يوم القيامه يكونوا واقفين طابور دايرين حسناتك، ولا يشيلوا من سيئاتهم ويطرحوا لهم في راسك انت؟ يا اخي سبحان الله. حاول عالج المشاكل بسرعه وخش زور الناس، اقعد معاهم، امشي الولايات داخل الخرطوم، اقعد مع الناس، اعرف الحاصل شنو من الناس. ما تسمع من الناس الشغالين لك، بل اسمع من الناس الحاكمهم انت، عسى ولعل الله سبحانه وتعالى يجعل لك مخرج. نسال الله سبحانه وتعالى ييسر لنا جميعا. السلام عليكم.